الخيرات والبركات. أهلا 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 بالجميع، أهلا بالحبيبات، أهلا بالصديقات، أهلا بالقريبات. تفضلي. شكرا. جيبي لي جداحة بلا زحمة. هلا، يلا راح نسهر سهرة حلوة مرتبة سوا، وقولوا لي سمعتوا عن الخبر لو لا. أهلا 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 وسهلا. شكرا حبيبتي. سدي الباب بلا زحمة. انتي موضوع البث، انتي قلب البث. تعالوا حلوة مو كلش. هاي الشمعة لو اجتني هدية، اعتقد صديقتي اعطتني اياها هدية، بس تخبل. اي خبر منهم هواية. اخر خبر نزل بالبيج منو سمعته، بس يشوفون شمعة جماعة المدري منو. يما تتشغل شمعة، شمعة فيها ريحة. وصلتني ريحة كوكونات. شنو تشربين؟ مي؟ معلم حياة، يس، هو هذا الخبر الحلو. أطلقنا قبل دقائق كورس معلم حياة بأربيل. يلا خلوني هيك أخذ وقت وياكم. أولا نسهر سوا، ثانيا أجاوب على أسئلتكم. سمعتوا متحضرة؟ يلا يا كوثر، أهلا أهلا. حضرت الجن. اسم الله اسم الله اسم الله، أعوذ بالله. قولوا لي شلون كان يومكم؟ أهلا أهلا. لا أنتي شوفي، أنتي من المشتركين بس ما أول المشتركين، لأنه أول المشتركين اشتركوا من البارحة، بس أنتي من المشتركين الأوائل، وأهلا وسهلا بيك. تجين بالوقت اللي يناديك فيه. أهلا الرسل حبيبتي. نزعت الحجاب على أساس ثقافة، وأنت تصرح بكيفك، يعني عبالك حتى بين مثقفة نزعت الحجاب. لا تصرح في يمك مثقفة. ترى احنا قبل كان المثقف إلى مكانه، هسه غير أشياء تخلي للناس مكانه. طلعين فجأة. أي والله. أنطي بلوك. لا، هو المفروض يطلع بكرامته، فشله ننطي بلوك. تدرون البارحة هيجي تعليق صغير، هم كنت فاتحة لايفي خبل، كان كلش حلو كلش قوي، كلش أنصح تشوفوه. فوحدة كتبت لي أني أكرهج. تدري أني شنو تفسيري؟ هي لو تدري أني تفسيري للي يقول هيج بحياتها ما تجي تقول لي إياه. شوفي، هو تفسيري على أبعاد، فراح أبلش من أول بعد. دائما ابني ريان ومصطفى أقول لهم جملة، من يقول أنا أكره هذا الشخص، أنا أكره صديق، أنا أكره، أقول له ماما، هذا الكره اللي تكرهه لهذا الإنسان طالع من وين؟ من جواك لو من برا؟ قول من جواي. إذا ماما هذا الكره مال منو؟ مالتك أنت. مدام طالع من جواك فهو مالتك أنت، هو مو مال أحد ثاني، بس أنت تسقط على هذا الشخص. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، الشخص اللي تقولي له أكرهك، تدري أنت ليش تقولي له هيك؟ لأنه أنت مطية لنفسك مكان ومنزلة ومكانة أكبر من حجمك، فتتوقعين أنه أنت راح تأثرين عليه. هو مو صوتك، صوت الشخص اللي يتأثر بحكايتك، صوت الشخص اللي لسه ما متصالح ويا نفسه بحيث ما يتأثر بحكايتك. وتدرين اليوم هيك يمكن فكرت الصبح، قلت أنت نفسك لو يجيش واحد يقول لك أكرهك كلش راح تتأذين، لذلك تقولي له للآخر أكرهك، لأنه تتوقعين راح تأذيه، لأنه أنت معطية لنفسك السلطة وتتوقعين أنه أنت عندك القدرة على أنه تأذين الآخرين وتضوجين الآخرين، فتقولي له أكرهك. سعطوطة أنت، جاهلة.
نظفي قلبك قبل لا تقولين هاي الحكاية، لأنه لا تتوقعين تقولي لها المدربة أكرهك عباك راح تتأثر أبداً. You're just showing شنو موجود جواك. واللي يكره تصرف شخص متحكم، إذا تكرهين تصرف إنسان أنتي متحكمة، لأنه تتوقعين بكرهك إله يكون اللي دا يسويه بطل يسويه أو يتغير أو المفروض ما يسوي. شنو هذا التحكم؟ ليش مطين نفسك السلطة بحيث تتوقع أنه الآخر يكون يغير سلوكه لأنه أنت تعتقد أنه سلوكه مو أحسن شيء؟ لا، تدرين إذا كرهتي سؤالك حلو، وإذا شخص تصرف بطريقة خطأ وجرحني شلون؟ أولاً إذا أنت مجروحة من الداخل فحتى إذا تصرف صح راح تنجرحين، حتى إذا سوى شيء كلش بسيط راح تظلين تنجرحين. أضرب لك مثال كلش صغير. كوثر معلم حياة يوم 6/7/8 بأربيل إن شاء الله، أشوفك هناك حبيبتي. بواحد من الكورسات اللي رحت لها، أوكي، كانت بيج بوم. سمعوا هذا القصة للأخير. المدرب كان دي يسوي تمارين كلش قوية، القاعة انقلبت من البكي والصياح بحيث أني هيجي سويت شو وقت تكملون؟ زين، خلصنا التمارين وقال المدرب هسه إذا عندكم سؤال تفضلوا اسألوا. كان يقوم واحد هو بالجيش أعتقد، يعني ضابط، زين، بس جاي يسوي تشافي. كان يقول له بابا أنا راح أكون صريح كلش وياك، أحس روحي أرد كتلك، أرد ذبحك، أريد أملخك، لأنه أنت سويت بينا هيك، أنت خليتنا نبكي ونتأذى وكل شيء ما كنت تسوي، كنت واقف بمكانك ودا تباوع علينا. تدرون المدرب إيش قال له؟ قال له قل لي شلونها علاقتك بأبوك؟ هو قال له هيك، ذاك فطس بمكانه. يعني رأسا وصلت الرسالة. هو الكره اللي عند هياب داخله والرفض اللي عند هياب داخله سقط على هذا المدرب، فقال له هو هذا الضابط قال له كلش سيء، قال له أنت تدري ليش دا تحس أنه أنت تكرهني؟ لأنه أنت دا تشوفني أبوك، لأنه أنت دا تسقط الصور الناس اللي أنت تكرههم والإنسان اللي أنت تكرهه. فبالنتيجة أنا أدري كل الزين كمدرب إنه أنتم من تبلشون تتشافون من ترومات تبلشون أني إلي يسقطون مشاعركم علي، which is fine، ما يخالف. هذاك هيك ملا حب بس من وراء جواب هذا المدرب، لأنه افتهم نفسه، افتهم إنه الكره اللي دا يحسه تجاه هذا الإنسان هو مو على الإنسان نفسه، هو على الشخص يذكره به هذا الإنسان أو يتذكره بوجود هذا الإنسان. فبالنتيجة أكو واحدة بنية كانت دا تسأل، دا تقول إنه وحتى إذا أكره سلوك إنسان تأذير روحك وتخلين نفسك بمساحة مو إلك من تكرهين سلوك إنسان، لأنه دا تركزين على الخارج. تدرين أقول لك جملة مهمة، الكره مقاومة، resistance، والresistance توقف التدفق واليسر بحياتك. تعالي كورس معلم حياة أم التشافي، كورس معلم حياة كله تشافي، كله تشافي من وعي، من مشاعر القلة والحاجة والنقص والسيطرة. الكورس عظيم. البنات المشتركين بالكورس بليز إذا تحبون تشاركون رأيكم هنا، كلش راح يكون مفيد للبقية. شهر 2 6 7 8 3 أيام من الصبح لليل. وبالمناسبة بأربيل احنا مسوي مقاعد محدودة، so please إذا تحسين there is a call خلي مقعدك من هسه محفوظ. أوكي، سؤال كلش حلو. أحب أسئلتكم. سؤال هكذا، أريد أبطل أريد اهتمام من الناس، شلون؟
شلون واحد يبطل يريد اهتمام من الناس؟ أولاً يكون يعرف قبل لا يبطل، لأنه ما راح يبطل إذا عرف، بس يعني نبدأها بهاي الجملة. يعرف إنه هو مو هسه دا يطلب الاهتمام. هو من كان طفل وكان يعبر عن نفسه، ما كان يحصل الاهتمام اللي يخليه ينضج وينمو ويكبر ويخليه مركز ويا نفسه. فكأنه هو فقد جزء من نفسه من ما حصل اهتمام من هو صغير، من مكان مهم بين اللي حواليه. أقول لك جملة كلش مهمة، جملة كلش مهمة، اسمعيها كل زين. اللي يحاول يحصل اهتمام من الآخرين يعتقد إنه هو ما إله مساحة بين الناس، هو ما له مكانة، هو ما له وجود. فبالنتيجة لأنه هو حارم نفسه من إنه يعبر عن نفسه ويكون له مساحة بين الناس اللي حواليه، يبقى في حالة البحث من الخارج عن قبول من الآخر إنه تكون له مساحة. أدري صارت فلسفة، خليني أفسر لكم إياها. يعني خلينا نفترض إنه أنتوا كلكم قاعدين، أنتي وصديقاتك كلكم قاعدين بمساحة واحدة، أوكي؟ It's a big boom، سمعيها كل زين. صديقاتك يسولفون ويضحكون ويحجون، بس يعني ما مهتمين لك. أنتي إيش راح تحاولين تسوين؟ راح تحاولين تجاملين هاي، تجاوبين هاي، تمشين الهاي. ليش؟ لأنه أنتي دا تريدين تنطيهم اللي أنتي تعتقدين هم محتاجين منك حتى ينطوك السماحية إنه تكونين فتكونين. لا تفسرين ينطي العلاج وكيفية تطبيقه. ما هو أنتي إذا تفتهمين على قولة معلماتنا قبل فهم السؤال نصف الجواب. وراح أعطيك الحل تدللين بعيني. يعني أكو جزء منك لسه ينتظر السماح من الآخر إنه تكونين، يلا تقبلين على نفسك تكونين. فأنتي تنطيهم أنتي الاهتمام، تركزين أنتي عليهم، تديرين بالك أنتي عليهم على مود لأنه أنتي دا تنطيهم الشيء اللي أنتي محتاجته، فعلى مود ينطوش مساحة وينطوش الأبروف إنه أنتي تستحقين تكونين. أوكي؟ فالحل شنو؟ أو العلاج شنو؟ العلاج كالآتي: أني أسمح لنفسي أكون بالمساحة اللي أني مختارة أكون بيها، حتى إذا كانت مو أحسن مساحة. والله العظيم this is magic، سحر. يعني اللحظة اللي تقعدين بيها بين صديقاتك وتأخذين نفس وتقولين أني أختار أكون بهاي المساحة وأعبر عن نفسي بصدق كامل وأكون ثابتة. أول شيء تبلشين تسويه تبلشين تسمعين، تتعلمين السمعين. لأنه دائما اللي يحاول يحصل اهتمام من الآخرين دائما يلغي هواي، يصير ثرثار، يصير لغوي، أو دائما يختار السكوت. هيك صارت حلقة وقاعد ما إلى أي دور ومساحة. أول شيء تسوي تختارين تكونين صادقة بتعبيرك. ثانيا تتعلمين تسمعين. ثالثا تختارين تعبرين بصدق. أقول لك تمرين كنت دائما أسوي ولليوم أسوي. بس أجاوبك على شلون سكت الإيجو. قولي شنو هو؟ أجي أقول إنه أنا راح أختار أعبر بصدق اليوم، أوكي؟ وأقعد ورا ما أكمل القعدة من أرجع بيني وبين نفسي أسأل هذا السؤال: شلون ممكن أكون صادقة أكثر بالمرة الجاية؟ شنو هي الجملة البديلة اللي أنا لو قلتها بدال الجملة اللي قلتها قبل شوية راح أكون بها أكثر صادقة وأكون أكثر راضية عن نفسي؟ هذا براكتس، هذا تدريب راح يساعدك كلش هواي. تنطين الأهمية لصدقك، تنطين الأهمية لتعبيرك، فبعد ما تدورين اهتمام من الآخر. تدرين أنت هذا الجزء البيج اللي فقد للاهتمام ده يدور اهتمام من برا. ليش؟ أو على شنو؟ مو ليش، لأنه على
هو I am، منو أني، يعني أنا أريد تهتمون بمنو أني. أنتي ما منطين نفسك هذا الاهتمام. اللحظة اللي تنطين نفسك الاهتمام وتركزين على منو أنتي وشون تعبرين بصدق كامل بعد ما تدورين اهتمام من الآخرين. حلو سؤالك يا حلوة نثوري. أحيانا تكون بس كلمات تطلع، شلون أصدقها وأشتغل عليها. شوفي أكو كاتبة كلش أحبها، بس أنا كتابها اعطيته لأختي ما موجودة هنا. كاتبة هي مو بس كاتبة، she's a healer, a very big healer. عندها أصلا مالتها المدرسة كاملة، اسمها لويز هاي. لويز هاي شنو مالتها السيستم؟ تقول ظل قولي الكلمات اللي أنت ما مصدقها إلى أن توصل مرحلة تصدقها. هذا شكل من أشكال السعي. أنت تدرين السعي اللي إحنا نحكي به هواية كومن نسولف عنه، هو مو 1 2 3 إذا سويتي هني صار لك هيك. هو سعي على حسب قدرتك الحالية وإمكانيتك وعلى حسب رؤيتك أنت هسه. فهذا السعي أنت تختارين شلون يكون. واحد شكل من أشكال السعي هو شنو؟ شكل من أشكال السعي هو إنه أنت تختارين تقولين الكلمات اللي ما مصدقتها إلا توصلين مرحلة تصدقيها. أوكي، سؤالك كلش حلو. سمعوا سؤالها. نور، ليش من أسمع هيك شغلات أحس بخنقة وعجز؟ ليش فدوة جاوبيني. تدللين يا حلوة أنت مو تحسين بعجز من السمعين، أنت العجز اللي موجود جوا نفسك يبلش يطلع على السطح من أني أحكي وأذكرك بأنه أنت قادرة على أنه تبنين شيء جديد جوا نفسك، أو صفة أو مهارة أو سلوك أو فأنت بس دا تختبرين شعور موجود، بس هو مو دا تحسين بالعجز لأنه تسمعين. حسن شكرا. سؤال كتب أنصحك تقريها. كلش حلو، عندها كتاب يجنن، اعطيته لأختي ذاك اليوم، أعتقد اسمه إيش في حياتك. كلش حلو، كلش أنصح تقريه. أوكي، سؤال من بيري. دا تقول نور شلون نسكت الإيجو للأبد. أريد أسألك أنا، ليش يا حبيبتي تريدين نسكتين الإيجو؟ for what؟ يمكنك شفاء حياتك. شكرا ريم. سألوني على معلم حياة بشرفكم، خلوني أجاوب أسئلة على معلم حياة على مود تصير عندكم فكرة كاملة عنه. أريد أجاوب هاي البنية as something شلون أتخطى. أقول لك شغلة، أنا أجزم إنه سؤالك هو ما جاي حتى تتخطين، هو سؤالك بس لأنه أنت أكو شعور جواج مؤلم نتيجة اللي مريتي بيه، فبالنتيجة تتوقعين إذا سألتيش أو إذا حاولتي تتخطين راح تتخطين. كان غيرك هواي يتخطوا من التجارب اللي مروا بيها. That's a really bad question. سؤال غبي جدا، عذرا، أكيد مو أنت مو عليك الكلام على السؤال نفسه. سؤال يأذيك ويدمرك إذا تسألي شلون أتخطى. معناته أنت دا تجزمين إنه التجربة اللي أنت مريتي بيها قاسية مزعجة مؤلمة تأذيتي بيها، فعبالك إذا فكرتي شلون تتخطين معناته راح تنسيها أو تعبريها أو تمر. ماكو تجربة يا حبيبتي يا جميلة مؤلمة راح تعبريها إذا بقت براسك فكرة إنه هي مؤلمة، إذا بقى حكمك عليها إنه هي مؤلمة، إذا ما شفتي أبعادها. كان غيرك اللي مروا بتجارب كلش هواي يتخطوها عبروها بس لأنه قرروا يتخطوها. لا يا روحي، لا يا عزيزتي، بحياتي ما قلت على تجربة مريت بيها إنه أريد أتخطاها، لا والله أريد أغوص بيها إلى أن أتشافى منها فولي، إلى أن الحكمة اللي جاهزة تطلع من عندي من خلال هاي التجربة تمر من خلالي. أصلاً تدمرين نفسك من تقولين شلون أتخطى تجربة مريت بيها. كيف الاسم روعة. يلا يا حلوات، أهلاً وسهلاً بكم بكورس معلم حياة. أوكي، أحس الإيجو يخوفني مرات كلش، يدخلني بانفعال. راح نرجع البيري اللي سألت سؤال الإيجو.
أحس الإيجو يخوفني مرات كل شيء هو مو الإيجو يا روحي يا حبيبتي أنت أبدا، مو الإيجو هو اللي يدخلك في حالة الانفعال، لا 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 لا. هاي برمجة. that's not right. مو صحيح هذا الكلام. الحقيقة أنه اللي يخليك تنفعلين هو الشحنات الطاقية المخزنة بجسدك اللي لم تعبر إلى الآن، لذلك أنت مو ثابتة على الأرض. اللحظة اللي تتفرغ هاي الشحنات وجسدك ينظف من عندها، بعد ما عندك رغبة على أنه تنفعلين، وما عندك الطاقة أصلا تنفعلين، وما تهدرين طاقتك بالانفعال. رمشة، أنا بعرفك بالواقع وكتير بحبك حبيبتي، أهلا وسهلا. قولي لي شلون تعرفيني، خليني أعرف شاني هم. كلامها مريح للبدن مو بس للسمع. ثانك يو. اكو معلم حياة اونلاين؟ غصوناني شفت سؤالك قبل شوي، انتي بالبصرة، كنك بالبصرة تريدين نيجي للبصرة، تعي اربيل. هم راح تكون عطلة نص السنة، هم اربيل بيها ثلج، بعدين تسافرين او تروحين للثلج، وهم تخلصين 3 أيام يا مجموعة. تجنن تجنن تجنن. بالمدرسة يا مدرسة. سعر عافية للكورس، السعر يم الفريق. هلا هلا بالروح والريان. تريد فلوس؟ اكو؟ اي اكو. اخذ من جوز داني. بس اكو 10، ايش قد راح تاخذ منها؟ 5. اوكي ترجع 5 بليز. اي طبعا. اوكي وين ال10؟ اسأل امارك وين الجنطة مالتي واخذ جوز داني، بس سد الباب زين بلا زحمة. شكرا. بالمدرسة الإنجليزية، يا أهلا وسهلا. شلون أكون معلم ناجح؟ تعالي كورس معلم حياة، والله تغيرين واقع التعليم. واقعك أنت مو واقع التعليم، واقعك أنت كله يتغير. أنا ما أريد أسولف لكم قصتي أنا كمعلمة وشلون سويت معلم حياة، بس إذا مهتمين قدرون سألوني. فريق ما يرد مو بكيف يردوا نص، بس ممكن شوي يتأخر عليك. بس إذا تأخر عليك دزينا رقم تليفونك بالدايركت رأسا نتواصل وياك. عادي شخص ما عنده صديقات، شوفي مو إحنا مسوين شغلة. سوري عبالي على معلم حياة، بس لأنه إحنا عندنا عروض بمعلم حياة واحد من عندها عرض الصديقات، إذا تريدين تستخدميه ممكن الفريق هو يقالك أحد يشترك وياك. هاي beautiful from London حبيبتي، أهلا وسهلا. شلون أقدر أعبر وأحكي عني بداخلي بسهولة وبشكل مفيد؟ الله، أحب الأسئلة اللي يكون بها تركيز على النفس. أقول لك شغلة يا حلوة، أنتي شنو اسمك؟ أسو. شوفي، إذا كانت أكو سيارة تريد تمشي بالشارع وتعبر وتمشي وتعبر، شنو تحتاج؟ تحتاج طريق سالك، صح؟ الطريق اللي بيه طسات، الطريق اللي بيه ازدحامات، الطريق اللي بيه عوائق، الطريق اللي بيه صبات، الطريق اللي بيه يعني whatever صعب السيارة تمشي بيه بسرعة. التعبير مثل السيارة اللي دا تمشي على طريق. اللحظة اللي يكون بها الطريق غير سالك، التعبير يكون ضعيف، غير صادق، طالع من لبة الرأس، يعني بس من العقل، يعني ما يأثر، يعني حتى صوتك يصير غير مسموع. اللحظة اللي الطريق يتنظف ويكون سالك، يصير سهل على التعبير يطلع بدون خوف، بكل شجاعة، بكل ثقة، بكل ثبات. تدرين يا حبيبتي يا أسو، واحدة من الأمور اللي نشتغل عليها بكل البرامج التدريبية، رح أجاوب على سؤال جيهان. واحدة من الأمور اللي نشتغل عليها بكل البرامج التدريبية هو المساحة الآمنة اللي يبلش تعبيرك الخاص ينطلق بيها، اللي طريقك يتنظف وتبلشين تتدربين تعبرين بثقة، بثبات، بحرية، بشجاعة، بدون صراعات، بدون مقاومة، بدون صعوبات. تقدرين تعبرين من
أولاً تقررين صوتك يطلع، ثانياً تقدرين تسمعين أنت صوتك. أكو تمرين راح نسويه بمعلم حياة بإذنه تعالى، اللي هو تمرين الغناء والتعبير عن الصوت بالغناء. سويته بهيل تو رايز. اليوم دا أسأل صديقتي كانت حاضرة الكورس، قلت لها برأيك شنو أقوى تمرين سويناه؟ قالت نور أقوى تمرين سويناه كان مالة الصوت. بهذا التمرين راح يبلش صوتك يتنقى وإنتي أول من يسمعه. إذا قدرتي أنتي تسمعين صوتك الآخرين يبلشون ينصتون إله. إذا قدرتي أنتي تميزين صوتك الآخرين راح يميزوه. إذا قدرتي أنتي تحترمين صوتك وتقدريه وتطلعيه من كل قلبك، فالآخرين راح يعاملوا بنفس الطريقة. اللي دا تسأل وين التمرين، بمعلم حياة راح يصير إن شاء الله. سؤال كلش حلو من قبل شوية من بنية تقول شلون؟ لا هذا، هل شكيتي من مرة قبل ما تنطلقين وتقدمين استقالتك؟ شوفي أقول لك شغلة، حبيبتي والله الفريق يرد. هو يقدر ما يرد، هو أصلا مجند لخدمتك، مجند بحب لخدمتك. ممكن يصير تأخير، دزينا رقم تليفونك تتواصل وياك. أقول لك شغلة، اسمعيني كل زين. قرار الاستقالة من الشغل أو أي قرار مصيري تسوي هو يكون النتيجة النهائية لسلسلة من القرارات أنت مسويتها قبل. فما يصير فجأة بحيث أنت تسوي وأنت خايفة، تكونين عابرة كل هاي المراحل. أنا أتذكر أول قرار سويته قبل الاستقالة هو قرار أني أحب شنو أسوي وأحب المساحة اللي أنا بيها. أنا بعد ما أقبل على نفسي أكون بمساحة أنا مالي دور. يعني شنو معلمة توقف؟ تدرون أنا شو وقت صارت أدي صحوة؟ هسه جماعة معلم حياة كل راح يفيدكم هذا الحكي اللي ناويين تجون معلم حياة وتريدون تعرفون عنه. صارت الصحوة من أنا درست صف أول ابتدائي أول ما تعينت إنجليزي، اللي هو بس أحرف نفسهم لحد سادس ابتدائي أدرسهم. باوعت من كانوا ومن وصلوا سادس ابتدائي مرة من المرات كنت واقفة وظهري عليهم ودا أكتب على السبورة، وكتبت كلمة كات أو فتشي بسيط كلش، وقلت لهم اقروها. من ولا واحد قراها هنا صحيت. قلت شنو دا أسوي أني؟ شنو ذنب هذول المقاريد اللي قاعدين يتعلمون مني شي ما يريدون يتعلموه؟ وين الخلل؟ شنو طلاب أدرسهم 6 سنين يطلعون من جوا إيدي ما عندهم اللي أنا درست لهم إياه ولا كأنه درسوه. أنا بحالتي كنت لأنه أداوم بقرية، فيعني هم أولاد بس يريدون يتزوجون وها هي، يعني كان عندي طالب صف سادس 5 ابتدائي متزوج. فالمهم أدركت بوقتها إنه تدمير المتعلم يبدأ من المعلم نفسه. وين لقيتها؟ هاي شنو؟ لا ماما هذني مو حقيقيات. انتوا لقيتها؟ ايه حبيبي. تدون؟ ماما هذني أوراق مو حقيقيات. هاي أتذكر مرة أنتوا اشتريتوهن. ماما المسدس هذا. ايه أعتقد. ايه أعتقد هذني. سدي الباب. زين. فأدركت إنه تدمير الإنسان، سواء ابني، سمعيني يا حلوة، سواء زوجي اللي أنا ماخذة دور بس أعلم بيه شلون يتصرف وياي، سواء أهلي اللي أنا دائما مخليت لهم شروط شلون يتعلمون شلون يتعاملون وياي وقاعدة بعلمهم شلون المفروض يتعاملون، وسواء الزبون اللي عندي أو العميل اللي عندي أو الطالب اللي عندي. التدمير يبدأ من إنه أني أنطي شيء هو ما رايده، مو جاهز إله، ما عندي احترام للمرحلة اللي هو دا يمر بيها وما عندي احترام لرغبته. أضرب ليش مثال كلش صغير. ذاك اليوم كنت أسوي سيشن ويا سيدة، فكانت أحد أكبر مشاكلها ويا شريك حياتها إنه هي دائما تعلم شلون لازم يتصرف وياها.
فهي فقدت أنوثتها، وفقدت تركيزها على ذاتها، وفقدت احترامها لروحها، من أخذت دور مو دورها، من قاعدة تقول له خلينا نسوي هيك، خلينا نصحح علاقتنا، خلينا، المفروض أنت تقعد وياي، المفروض أنت تسولف وياي، المفروض قاعدة وتعلم بيه شلون يكون يتصرف وياها. هي صارت مثلها مثل أمه اللي كانت شاعلة سلفة بس تعلم بيه. ترى شوفي، إذا تنتبهين حتى هنا أنت موجودة، بس أنت ما تحسين إنه اللي دا تتعلميه مجبرة عليه. أنت جاية برجليك هنا تسمعين اللي دا أقوله، ورغم الحياة هسه برا مليانة مشتتات، بس هذا اختيارك. تجين تسمعين وحدة دا تسولف عن الذات وتطوير الذات، والآخرين كلمة ذات يمكن لسه ما يعرفوها. هنا أنت دا تحترمين المرحلة الحالية اللي أنت بها، وأني محترمة المرحلة الحالية اللي أنت بها، فبالنتيجة اللي دا يطلع مني دا يكون متناغم وياك. بس خلي نجيب أبوك، أبويا، زين، ونقعدهم ونقعد نقول لهم احترام الذات واسمع صوتك الداخلي. It's not their level. أدمره من أحشي مخه شي ما يعرفه ولا يريد يعرفه. أنتي سألتي قلتي هل حسيتي شك من اجيتي استقاليتي؟ تدرين شنو قلت؟ نفس الجملة اللي قلتها من كان ابني مريض. قلت إذا أكو فلوس، إذا المكان الوحيد اللي تجيني فلوس منه من هذا المكان وأسوي هذا الشيء، فأني ما أريدها. لا أريد فلوس التعليم، ولا أريد أبقى بمساحة تجيني فلوس من عندها بس أنا ما لي أي دور وما لي أي أثر. بالنتيجة الشك من إيش وقت يبلش هيك يتغلغل نفسك؟ من ما تعرفين ليش تريدين تقررين هذا القرار، من ما تعرفين من ما تكونين واثقة إنه أنت بعد ما تريدين منهم شيء، من لسه جزء منك متعلق بالفلوس اللي تجيك من هاي المؤسسة وبالفاليديشن اللي يجيك من هاي المؤسسة. تدرين يا حلوة، أنا دارسة 5 سنين معهد معلومات، 5 سنين أدرس علم نفس. أنا عفت باي متى أقولها على مودي، أنا دا أقول لك أنا شجاعة، أنا بالنقاعي شجاعة، وهذا لا يدل على شجاعتي. يعني السلوك البرة هذا نتيجة الشجاعة، بس هو مو إثبات إنه أنا شجاع أبدا. بس شنو كنت أقول؟ راحت من بالي. أقول شغلة كلش مهمة، بس يلا هي ترجع بوقتها. It's a big boom. أوكي شكرا آية. كنت دا أقول إنه الدولة مطيتني مكان، والناس تحترم اللي عنده شهادة ويشتغل بيها، بس من تجيني انتي تريدين تقولين أنا أريد أشتغل بس مو بشهادتي، أنا أريد أحور شهادتي الصالحة، أنا رح أخليها بدل ما أنا درست وانطوني الفاليديشن إنه أروح أدرس إنجليزي، أنا درست علم نفس، فأنا رح أروح أدرس بالشكل اللي أنا أختار أدرسه. سو أنا خسرت هوية، تخليت عن هوية. مو سهل على الناس تتخلى عن فاليديشن تحصله من الآخرين. يعني الفاليديشن يعني تأكيد، يعني هم مأكدين إنه أنت إنسانة مقدرة محترمة، إلش مكانتك، عندك بنقابة المعلمين كذا، وعندك مدري شنو كذا. هذني كلهم راح تتخلين عنهم في سبيل تروحين بمساحة تقولين أنا أريد أعبر بها عن نفسي. شجاعتك راح تبلش تطلع بهاي المساحة اللي هي أني أختار شنو أنطي، وأني أختار شلون أنطي، وأني أختار المقابل. وإذا ما أقدر هسه راح يجي يوم اللي أقدر أسوي بيه هذا الشيء. أقول لك شغلة زينة اللي دا تقولين أعيش بصراع. ديري بالك تخلين قصتي أني تأثر على قصتك أنتي، أو تخليك تحسين أكو بوش، أو دا تندفعين
أو تخليها تأثر عليك بشكل سلبي، ديري بالك. قصتي هي قصتي، اختياراتي اختياراتي. إذا أكو شيء ممكن تذكرك بيه خليها تذكرك بيه، بس ديري بالك تحاولين تسوين نفس الشيء، لأنه أنت راح تتعبين نفسك وتدمرين نفسك هيك. لا تسألين شنو أسوي بقد ما تسألين السؤال الأفضل هسه اللي هو شلون أني اليوم من هاي اللحظة أكون صادقة بعطائي، أو أكون صادقة باختياري لنوعية عطائي واختياري شلون أنطي، وأكون صادقة حتى بالمبلغ اللي يدخل لي شنو شعوري تجاهه. أوكي، سؤال كلش حلو. شنو المقابل اللي أنطيه مقابل تجلي نية حضور الكورس بسهولة ويسر؟ أعتقد واحد من الأمور اللي هواي بناتي يواجهوها حتى يحضرون كورس تدريبي هو التخلي عن مخاوف عندهم إياه، التخلي عن سماحية ينتظروها، التخلي عن شك عندهم إياه. المقابل هو التخلي. أهلا أهلا، مساء النور. اللي ما سمع عن الخبر رح نرجع نقول الخبر إنه إحنا أطلقنا كورس معلم حياة بأربيل. البث بإجابة لأسئلتي بدون ما أسأل. أنتي سائلة أصلاً أوريدي، فالإجابات دا تجيش حتى دام تكتبيها. ملاذ أهلاً وسهلاً، رح تستمتعين باللايف كلش. أوكي، احكي لنا عن محاور الكورس. بعد أنا رح أخلي المشتركات يقولوا لك محاور الكورس لأنه أنا كمدربة بعد سنوات، بعد عبارة مرحلة أخلي محور للكورس. هذني قبل كنا نسويها الحقيبة التدريبية ونحط محور ومدري شنو، هاي يعني طريقة تلقينية بحتة بالنسبة لي. السؤال الأدق على شنو الشفت اللي راح تصير لي بداخل الكورس. الشفت هو الانتقال من وعي الحاجة والنقص إلى وعي الاكتفاء والاكتمال، وأكون صاحبة أثر بأي مساحة أكون بها من خلال ثقتي وثباتي واكتفائي بذاتي. والنقطة الأهم، أني رح أبلش أنطي من مكان مرتاح، فعطائي رح يبلش ينتشر، فأشوف النتائج مالته، يعني أشوف خير النتائج من عنده. يعني شوفي، أكثر البنات اللي خلصوا معلم حياة شنو صار وياهم؟ أما فتحوا البزنس مالتهم، زاد أثرهم، الناس عرفتهم، زاد رزقهم، لأنه بلشوا يتحركون من مكان مكتفي ذاتيا، فقام صدق يكون لهم أثر. أقول لك شغلة، أنتي ما تروحين ويا واحد تتدربين يمه أو تشتغلين وياه وأنتي تحسين هو محتاجك، أبداً. أنتي تروحين يم واحد تدرين إنه هو مكتفي، وهو من هذا الاكتفاء دا يشاركك اللي عندك ياه. أنا اليوم أشوف أي وحدة تريد تعيش ثراء بحياتها، ثراء النفس، ثراء القلب، ثراء البرة، الراحة والحرية اللي بالخارج. واحد من الأمور اللي تسويها أنه تسوي شفت شعورية بين هاي أنه أنا محتاجة وأني قليلة وأني ناقصة. هاي الهوية بعد تتلاشى. هاي أكو هويات هواي راح تتلاشى بكورس معلم حياة. صديقتي حامل اللي صرت تحضر معلم حياة، لا هواي بيتشافي، فمو مناسب إلها. جوان، I love your questions حبيبتي. بس قبل سؤالك رح أقول قبل فوقك أكو وحدة كاتبة أني زاد ثرائي، زاد أثري، بالعافية عليك. الكورس عظيم، رحت له بشهر 10، غير من داخلي كومة بصدق وأمانة، وكنت استوني فاقدة أختي حبيبتي. أتذكر كل زين، أتذكر يا ربي شقد أحب شجاعتك، بحيث
أنتي كنتي تمرين بفترة كلش صعبة بس حضرتي. الله يبارك فيك يا رب. أوكي جوان سؤالها نور المضيئة. أحب جوان شلون تدللني. من شخص يصير عنده غضب على نسخته القديمة شلون ممكن يحتضن نسخته القديمة؟ سؤالك كلش حلو. سورة بلش اللايف من عفتك حبيبتي، أول ما جيت للبيت بلشته. وآية أكيد أجاوب على سؤالك، بس خلوني أجاوب على أجاوب على جوان سؤالها إذا أنا حسيت غضب على نسختي السابقة شلون ممكن أحتضن نسختي السابقة؟ أولاً جوان أعرفي إنه مو أنتي اللي عندك غضب على نسختك السابقة. أنتي كنتي تشوفين بعينك من الكبير دائماً يكون أكو غضب على الصغير، دائماً أكو غضب على الغلطان، دائماً أكو غضب على الفاشل. فبالنتيجة من تغيرتي من حال إلى حال قمتي تعاملين نسختك السابقة بنفس الطريقة اللي تعودتي المخطئ يعامل بيها، فتعتقدين عندك غضب عليها. بس رح أوعدك وعد، إذا بس رجعتي شوية لذاتك وهيك بس خليتي نفسك حاضرة ويا هاي النسخة، يعني هيك بس تباوعي لها وهي تتصرف هيك وهي سوت هذا الخيار وهي زوجة هذا الإنسان وهي خضعت وهي قالت وهي كذا. بس أسأل شو السالفة، وتباوعي لها هيك بعين حب إنه I don't know شنو أسوي وياك بس يعني you did your best. أقول لك شغلة، أولاً الحوار ويا النسخة بهاي الطريقة هو شوية بيوعي انفصال بس it's fine. ثانياً احتضانها يخليك في حالة الاتصال وياها. أنت مو غضبانة عليها، لا أنت بس دا تعامليها بنفس الطريقة اللي تمت معاملتك بها من كنتي مخطئة. غيري المعاملة وياها يتغير شعورك كامل تجاهها. أوكي خليني أخذ سؤال ثاني. موقع الكورس بحضانة أو مكان للأطفال إذا نضطر نجيبهم ويانا؟ خوش سؤال. سيلي إسراء، سيلي الفريق بليز. ممكن احنا ببغداد حبيبتي ديسكفري فدوى الطول هم موجودين، بس بأربيل ما أدري بالضبط، بس سيلي الفريق. راح أجاوب على سؤالك اللي كلش أحبه. أنا أريد أعيش ثراء المال وأنوي الحضور بسهولة. أكيد تحضرين، هاي منتهي من عندها، بس تريدين تحسين بالثراء المالي. شوفي آية، أتذكر يمكن حتى بواحد من السيشنات شاركتك هذا الشيء، ورح أرجع أشاركه. الثراء المالي يبدأ من علاقة طيبة مع المال. period. أقول لكم شغلة أنا رديت أشارك لكم إياها. غيري جوزدانك على سنة 26، غيريه تماما. جيبي جوزدان هيجي مليان فرح، مليان صورة حلوة، مليان أشكال حلوة. وخلي الجوزدان كبير مو صغير بحيث الفلوس ما تكفي بيه. يعني من تفتحيه تباوعين شنو موجود بيه، مو ندحسين ايدك وبالقوة تطلعين من عنده. وتمرينين، واللي ما عندها جوزدان زين تدخل لك فلوس الحمد لله، مرزوقة انت. اوكي يصير جوزدان بلون عيوني، هاي إذا لقيتي. راح أرجع الآية الحبيبة. آية، أول شيء تتذكرين تمرين $100، دير بالك تبطلي تنيميها يمك يوميا، تسولفين وياها وعن شعورك تجاهها وعن شلون تريدين تغيرين شعورك تجاهها وعن شلون تريدين تحسين أحسن وياها. النقطة الثانية، آية اسمعيني زين، النقطة الثانية، خلي من $200 إلى $500 بجوزدانك ما تنصرف، حتى إذا ظليتي سنة 26 كلها تجمعين بيها، وانتي ما تحتاجين تجمعين بيها، انتي عندك اياها إن شاء الله.
زين؟ إذا بقت فلوس بجوزدانك ما تنصرف راح تغير واقعك المالي. النقطة الثالثة راح أنزل لكم للويس هاي، بس ذكريني آية بليز ولو زحمة عليك حتى أعطيك إياه، حتى أتذكر أنزلها. أكو فد مو توكيدات بقد ما تذكيرات تقولها دائما. أني شخصيا كلش هواي ساعدتني حتى مالي يزيد. هذا وحد، أوكي، هذا تخليه وحد، هذا ثانوي، الشغل الثانوي. الشغل الأساسي يا آية حتى المال يزيد ضروري تعرفين إنه المال لا أكبر منك ولا أهم منك ولا صعب ولا مستحيل ولا قيمته وراسه أكبر من راسك. المال نتيجة، المال تابع، الفلوس مو أكبر منك حبيبتي. تدرين آية، الشفت بالمال تصير باللحظة اللي تختارين تكونين بيها حرة، حتى إذا ماكو أموال هسه بس راح تخلقيهن. باللحظة اللي تكونين حقا راغبة بأنه يكون موجود المال بحياتك لمساعدتك ولخدمتك حتى تكملين برسالتك، مو تارجت توصلي له. آية تدرين أسوأ شيء دا أشوفه هسه بعالم الوعي هو شلون يصير المال هو تارجت الناس تركض وراه. والله مرة واحد قال دابا يصير واحد هيك، العفو على الكلمة، بس كلب مال، يعني يركض ورا الفلوس بشكل قبيح بحيث هالقدوته صاير. المال مو تارجت آية، الفلوس مو تارجت. الفلوس هي النتيجة خدمتك، جمالك، نورك، نفعك، أثرك الطيب. وآية خلي ببالك نقطة، إحنا كلنا بحاجة بعض. أنتي لو عندك سيرفيس ويصير عندك سيرفيس تفيدني أنا وتفيد أولادي I'm gonna pay for it. إحنا كلنا بحاجة بعض. من أبسط شيء آية، من المي، من بطل المي، أنا أريد بطل المي فأنا أدفع حتى أشرب بطل المي اللي هو شيء أساسي، من الصالون، من كل شيء. إحنا أهلنا كبروا علينا وربونا على إنه إحنا رح نموت من الجوع. أو يمكن أنا داحشة عن نفسي، أنا أبويا كان طول الوقت يقول رح يصير حصار، رح يصير حصار، رح يصير حصار. رح كبرت وصار عمري 30 ولسه ما صار الحصار ولا رح يصير، وريليست إن شاء الله وبعيد عنا كلنا إن شاء الله. بس الفكرة وين؟ ليش كبروا براسك؟ هم بس لأنه عندهم صدمات ما تحرروا منها، فقاموا يشوفون كل شيء كبير. إذا بنية قالت لا الأمها كبير يبو عليها شقد صلفة، إذا ما أدري شنو، يعني كل شيء صار عندهم أكبر من راسهم وأكبر من قدرتهم على التعامل وياه. فكبرتي وانتي تشوفين أبسط الأشياء كبيرة. ليش؟ هم ما يقدرون يتعاملون وياهم. بس مو معناته انتي تعيشين نفس تجاربهم. ما خلقتي حتى تعيدين تجربة أبوك لو أمك بفقرهم ويا الفلوس. You're rich. تصدقين لو ما تصدقين، تريدين تآمنين لو ما تآمنين، انتي حرة. راح أقول لك جملة كلش مهمة. الثراء مرتبط بالحرية. راح أعيدها. الثراء مرتبط بالحرية. كل ما أصبحتي حرة من قيودك النفسية كل ما ثرائك زاد. Big boom. Period. كل ما زاد شعورك بالحرية وصرتي حرة من قيودك النفسية وحدودك النفسية كل ما ثرائك زاد، كل ما مالك زاد. لذلك أقول لك الدليل شنو؟ الأثرياء عندهم ثقة بنفسهم كلش عالية. الأثرياء وليس الأغنياء. عندهم الطز زلاطة، عندهم الثبات، وآخر همهم اللي يقبل والما يقبل، واللي ينعجب بيهم والما يعجب بيهم، واللي يحبهم والما يحبهم، آخر همهم. ما عندهم قيود، أحرار. هو حر، فبالنتيجة حر ماليا. كل ما أصبحت حرة داخليا كل ما أصبحت حرة ماليا. تلفون 16 موجود يمكن الجنات أعتقد. تريد تسلم؟ يحبون تسلم عليهم كلش.
سيد ريان الورد أبوس؟ لا. بس واحدة. تريد تقرأ؟ حبابة أحفظي. حبابة حفظي شنو؟ البت تريدون أحفظ اللي إذا انشال هسه. ايش تقول؟ إيش تقول؟ الشراء. أهلا ريان. يلا دا يسلمون عليك. شنو أهلا ريان؟ شنو أني أحكي فصحى؟ شنو سوري أني؟ أهلا ريان. يلا أوكي، أكو واحدة تقول هلا والله. هلا والله شنو؟ هم عراقية هاي. لا. أهلا بريان الملهم. الله. لا. قولوا لي منو هلا. شايف الباك فليب مال ريان؟ منو شايف الباك فليب مالتنا يوميا الصبح؟ أحلى باك فليب بالعالم. شنو؟ أكو بالإنجليش هاي. ناس يحكون إنجليزي. What's your name? حياك الله ريان. Oh, you don't know how to speak English. I think you know. Oh. شنو هاش كم ناس تتبعون أهلا 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 هاي 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 أهلا أهلا. كل شيء. صارت أغنية يلا غنوا دو 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 دو. الباك فليب ما متابعة ستورياتنا اللي ما شايفة الباك فليب مال ريان. أنا خلنا نسويها هسه. وين حتسويها؟ شلون تسويها؟ أقدر. تعال. تخبى. ريان دا يقولوا لك شلون تحب نقول لك هلا؟ ها؟ شلون تحب نقول لك هلا؟ تعال هنا شنو تعال. أقول لك هلا؟ شلون تحبي يرحبون بيك يعني يقولوا لك اهلا ريان؟ هلا. هلا اوكي يلا. شنو هاي البنية تضحك علي؟ لا ابدا بس تضحك. ريان شنو؟ وين؟ يلا روح ريان خلي اكمل حتى ما ناخذ وقت هوايه. باي. باي. على قولة البنات. باي. بنات هيك يقولون؟ باي. باي girl. اوكي. ماما ما يخالف تسد الباب زين بلا زحمه. سد الباب زين ريان. يلا. اي بس سد الباب بلا زحمه. اي girl على قولة البنات. اي girl. شوي علاقته مو قويه بالبنات. نعم. شحنة. خليته هناك بغرفتي. زين متغير صاير يتقبلنا كان يكرهنا. الحمد لله الحمد لله دا يكبر. اوكي سؤال كلش حلو. اوكي آية وصلت الجواب الحمد لله. شنو تفكيرك لما تسمعين عن الإلحاد وليش قاعد ينتشر بمجتمعنا؟ يا مجتمع أو في المجتمع أو في التفكير بالجمع أو في تفكير باللي دا يصير بعالمك ورجعي تجوا. أنت ملحدة، أنت مؤمنة، أنت متصلة، زيدي إيمانك بذاتك وبخالقك واتصالك بخالقك وتاتست. عفوا من التركيز ترى يعني ما هم من يسوون هاي الأشياء يحاولون يشغلون الناس فيسحبون من طاقتك فلا تنشغلين بيها. يلا خلوني أخذ سؤال بعده. واللي ما سمع الخبر أرجع أذكركم إنه معلم حياة بأربيل انفتح لمدة 3 أيام للسيدات بس. فإذا عندكم سؤال عن الكورس قولوني عن الكورس، ما عندكم سؤال عن الكورس عن شيء ثاني موجودة. سلميني على أمك.
اللي دا تسأل عن السعر، فالأسعار أكو أكثر من سعر، أكثر من واحد، وأكو دفعات هم، فروحوا احكوا ويا الفريق عن السعر. لا مو بكربلاء ولا بالحلة، بغداد وأربيل. هسه بأربيل، تعالوا أربيل يخبل، راح يكون عجيب. هو هذا الكورس عجيب أصلا. يوم 6 7 8 2. نعم ماما. ماما تعال هنا بلا زحمة. من تقدر تكنك على الانترنت مال بيت ريان. انت عايشة بالعراق وتحصلين الكورس، تعالي الأربيل، روحي احكي الفريق، احجزي مقعدك وتعالي للكورس. حاليا بأربيل. تعال انطيني الموبايل خليني اساعدك. ماما هو اصلا مكنك اوريدي. يس. الرقم بالبايو، ونزلته بالستوري، ونزلته بالفيديو الأخير. اللي ما عايشة بالعراق تجي للعراق حتى تحضر الكورس، لأنه هو حضوري يا حبيبتي. تواصلي ويا الفريق اللي رقم نزلته على الفيديو الأخير. 6 7 8 2. حواء أعتقد اسمك، دا تقولين ليش أنا ما أدرس شوية وأبطل. باعي اللايف مالت البارحة بليز، كلش راح يساعدك. ماما أوريدي مكنك أكو انترنت. والله ماكو باع. والله أكو ماما. باع طبت باللعبة. يقولون أكو it works. بس يمنا سد الباب حبيبتي، شكرا جزيلا. لا ما يصير باعي، هو يصير بشكل ذهب اللي دا تسألين على $500، بس أول شي لازم عملة بجيبك هم. أوكي مها، راح أجاوبك حبيبتي من مكان محب، من مكان محترم جدا. سبحان الله ست نور، كل اللي يتحررن ويدخلن مجال الوعي والطاقة يخل عن الحجاب. يا ترى ليش؟ شنو الحجاب يأثر على الدماغ ووظائف المخ؟ راح أموت من الضحك. دير بالك، ضمي ليش ضحكة للعيد، العيد قريب. بس راح أقول لك جملة بما أنه أنتي سألتي. شكل من أشكال الجهل الاتباع أيا كان شكله، وشكل من أشكال الحرية هو الاستقلال، إنه أنا أستقل بذاتي وأختار خياراتي اللي تعبر عني. يبقى إذا أنت عندك معتقدات تخص أيا كان من وين ما جايبتها، أنت حرة. كل وحدة اختارت تسوي خيار بحياتها يخصها هو نتيجة تحول وعيها من وعي التبعية إلى وعي الحرية والاستقلالية، اللي تخوفه هواي ناس، بس لأنه هي مو أسهل شيء عليهم يتركون جندي من جنودهم يفل من المنظومة. فمو الكل. كومة بقيت محجبات، وانتي تريدين تبقين محجبة، وذيك ما تريد تتحجب، وذيك تريد تعيش وحدها، وذيك تريد تعيش. شاليك؟ لا تركزين على اللي داير ما دايرك، ركزي على نفسك والله تستمتعين وتتونسين. شلك بهاللغوة الزايدة؟ شنو منطق الحرية والتبعية؟ التبعية هو أنه أني I follow بدون ما أفكر. I follow لأنه أعتقد هذا صح. الحرية بعد ما أعتقد هذا صح، بس لأنه قالوا لي عليه صح. أني اعتقاداتي تكون مبنية على أساس بحوثي وخبرتي وسؤالي وتأكدي واعتقادي. أكو فرق بين الناس اللي تعتقد كما الكل يعتقد، وبين الناس اللي تبني معتقداتها الخاصة بها. نحن كبشر أحرار نبني معتقداتنا الخاصة بنا.
فإذا يعني أقول لك شغلة، أني رحت كورس بمنقبة وبمصلخة، مو مصلخة بس مصلخة، وبمدري شنو لابسة، وكلنا مختارين المعتقد اللي يعبر عنه ويمثلنا. ماكو وحدة صح وماكو وحدة غلط. وهذا الشيء كل شيء يخوف الناس، بعض الناس، لأنه معناته ما راح تمشين وراهم. كل وحدة بينا اليوم، كل شخص بينا إلى الحق يبني معتقد الخاص ويعيش على أساسه. هذا حق مشروع. لا تفسرين بكيفك أساس يعني كلهم تبعية. لا، مو كلهم تبعية. كل واحد يختار معتقده ويطبقه ويعيش على أساسه. تافه وسخيف وفضولي وفظ وزعطوط اللي يركز على معتقدات الآخرين. بنية انتقادها. حبيبتي فدوة طولك الحلو. أوقات نمشي ويا التبعية حتى نحمي نفسنا، أي ممكن، بس أنت ممكن طبعا، بس أنت خلقتي من الداخل حرة، فتقدرين تقدرين تختبرين أجمل أشكال الحرية حتى إذا جزء منك لسه ضروري يكون تابع أو الأفضل يكون تابع. يعني دورك تحترمين هذا الجزء، مو تضوجين من عنده، مو تضوجين من روحك لأن لسه أنت دا تتبعين. وأقول لكم شغلة بليز، يعني أنتوا اللي تحبوني وأحبكم. إحنا مو هنا بمكان على مود نقول لها ترزلتي أو خوش مدري شنو جواب على مود يعني نزيد الطيب بلة عليها. بليز لا تاخذون هذا الدور، ما حلو، مو أروح شيء. خلاص هي وصلها الجواب وخلاص، هي ما ترزلت، هي بس حصلت الاستجابة اللي تدور عليها. اللي ما تقدر تكمل شغلة واحدة تشوف لايف البارحة إذا صدق تريد توصل مرحلة تكمل شغلة واحدة. تعالي كورس معلم حياة، كل هواي راح يساعدك. ليش تحسين المتعة ناقصة بدون شريك؟ أقولك الصراحة، هي المتعة ويا شريك تخبل، يعني حقا إذا كان شريك صادق وإنتي صادقة وياه، فالحياة ويا إنسان محب تجنن تجنن تجنن. ولكن خليني أقول لك جملة كلش مهمة. اللي أنتي دا تقوليه دليل على أنه بعض السلطة مصدرة للداخل للخارج. يعني أنتي مطية سلطان للآخر يخليك تشعرين أحسن، مطية سلطة للآخر يخليك تشعرين أفضل، مطية سلطة للآخر يسوي أشياء حتى أنتي تستمتعين. فيجي هو حتى هيك يصير مثل أكو بنات يقولون أنا أتزوج حتى أطلع من بيت أهلي حتى أقدر أسافر، أنا أتزوج حتى ما أدري شنو أسوي. هاي سلطان للخارج. هاي أنا دا أقول أنا عايشة أهدافي وأحلامي براس واحد ثاني. بعدين اللي يجيك على الغالب يكون أهدافك وأحلامك مو بعينه أصلا. كلش حلوة وجود شخص محب، بس انتبهي من أنه تنطين السلطة للآخر بخصوص مشاعر السعادة اللي أنتي تمتلكيها. فأني أسعد ويا إنسان مصيبة. الله يساعد اللي يحس هيك إنه هو أسعد ويا الناس من ما يكون سعيد بذاته وبوجوده وبحضوره. تدرين اللي يشعر بالسعادة بوجود الناس هو مصاص طاقة. يعني هو فد واحد تقبلوها مني يرضع والله.
فاللي يحس انه هو الا سعيد ويا فلان وعلان هو يرضع من الاخرين. اوكي انا ولد مو بنيه صحيح. اوكي اهلا وسهلا بيك. أنا انولدت وراثة كمسلم، بس من كبرنا توعينا وأصبحنا نفكر مو قطع عافية عليك، مبارك عليك، شكرا للرد. ست تدلل عيني بالخدمة. يعني يقولون اوكي يقولون يعني شنو يمص الطاقة. يعني واحد he doesn't feel okay، يحس مو زين فهو يريد اللي قدامه يصير قرقوز حتى هو يصير زين. شلون يصير قرقوز؟ حبني، بوسني، تواصل وياي، يخابرني على الأقل مرة. ما أنيش طالبة منك غير طلعة. مرة كانت عندي صديقة الله يذكرها بالخير، دكتورة تخبل، يعني فد بنية هيك تعبانة على نفسها وتدرس وغاية ومتعينة وما تزوجت إلا دكتور، ما قبلت تتزوج، أهلها ما قبلوا يزوجوها إلا دكتور. المهم هاي الحبيبة شو فشنو صار؟ تزوجت واحد لا يعترف بالمرأة ولا يشوفها بعينه ولا يحترمها ولا إلها وجود بمساحته. أوكي؟ تقول مرة من المرات جزعت مليت فسويت دزيت لأغنية فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة عزمني على نكتة جديدة. تقول يعني ماكو، ما أنا ما موجودة، قمت أتوسل بي حتى نطلع بالشهر مرة. فكلش طبيعي اللي عايش على الآخرين يطلع له واحد بحياته ينكر وجوده. It's a big boom. اللي دا تسأل قديش حق الكورس، روحي تواصلي ويا الفريق وراح ندللك، والله راح نقول لك حتى العروض اللطيفة اللي خصصت خصيصا لك. راح أعيد الجملة، اللي عايش على الآخرين الطبيعي يظهر له واحد ينكر وجوده، واللي عايش مكتفي بذاته الطبيعي يظهر له واحد يعترف بوجوده. أحب شلون تتفاعلون والله، هيك جمهور لوز. يبا حك بوم. اوكي سؤال، شنو يعني عايش على الآخرين؟ تدرين جوابي هيك يعني أكبر دليل على إنه أنت عايشة على الآخرين تفكرين بالآخرين كلش هواي. يعني مثلا أضرب لكم مثال كلش صغير. ذاك اليوم كنت أسوي سيشن ويا سيدة، فكانت تقول آية سوبر لايك. كانت تقول أني من كنت ويا شريكي كنت من الصبح لليل أحضر كل شيء، الكليتشة والكوبة والمدري شنو، حتى من يجي وقت هو يرجع من الدوام يلقى كل شيء جاهز، ماكو أي شيء ناقص، لأنه هيك أحس I'm perfect وأني هسه دا أسوي يعني أنا هيك مقبولة، أنا هيك خوش مرة. هي مدام طول النهار بالها هي مزوجها هي تمص طاقتها بدون ما تدري. هي مدام طول الوقت بالها هي مزوجها عبالها انه هي مدام بالها هي مزوجها فمعناته راح تدير بالها عليه، يعني راح تسوي كل شيء على موده، يعني مدام بالها يمه هي تمص طاقتها بدون ما تدري. باعوني اكو فيلم اسمه حق HAQ على نتفليكس، باعي اليوم، يرلكي إذا شفتي، عن سيدة، ما أريد أطلع لكم الفيلم يعني أخرب عليكم، بس يعني هو عن سيدة أفنت حياتها في سبيل تسعد زوجها. اسمعيني كل زين، لا يعني
تتخلين عن دورك كزوجة أبداً. بس الزوجة المكتفية زوجها دائما يكون ناجح، المكتفية زوجها يكون ثري، المكتفية زوجها يرزق من حيث لا يحتسب، المكتفية زوجها يكون محترم، مقدر إلها، مقدس لوجودها، يعني الكثير من الأمور الممتازة. المكتفية بذاتها سيدة، واللي موجود بحياتها ملك. أوكي؟ اللي ناقصة وشحالها وتعبانة وتجدي منه الحب جدية، تقديه قدية، يعني هيك يعني ساحلة نفسها على مودي يطلعها بالشهر مرة وتدز له أغنية فاضي شوية نشرب قهوة في حتة بعيدة. هاي السيدة ضروري تشتغل على نفسها على مود تفك من تعلقها وتفك نفسها من هذا التعلق. أما شلون نوصل للاكتفاء؟ إذا أقول لكم تعالوا كورس معلم حياة، تقولوا لي نهار قول لنا شلون نوصل للاكتفاء. تعالوا معلم حياة، شكل من أشكال الاكتفاء تسوين معلم حياة مرة واثنين وثلاثة، لأنه كله شغل على الاكتفاء. باي، الاكتفاء هو نتيجة إدراكي من أنا. إذا أدركت منو أني، أدركت حقا من الداخل منو أني، أشعر بالاكتفاء. باختصار عن الاكتفاء قلتها باختصار. حوراء لا تقولي ما عندنا نشترك، ما عندك تشتركين، ولو تريدين يصير عندك راح يصير عندك. اكو غيرك عنده واشتغل حتى يصير عنده، واني اولهم. It's a big boom too. Okay, that's really good. لقيت الفيلم، يلا رسل دزي لهم اياه. والإدراك يحدث من خلال التشافي طبعا. أو أخذوا تدريب شخصي ويا نور، هيجي تتعلمين شلون تصيرين مكتفي. الله جوان مدللتني. يا على ال3 أشهر الجاية ممكن تاخذين، هسه حاليا ننسى تقريبا. من كتبتها قلت ميسرة عمم، برافو عليك. ليش ما أخذ جلسات خاصة؟ إن شاء الله ممكن بالمستقبل تنفتح، بس هسه عندكم معلم حياة يخبط 3 أيام تدريب وتشافي كلش قوي. أوكي، سؤال كلش حلو. إذا أظل أفكر بأطفالي هم تمتص طاقتهم؟ نعم، يس وبشدة. الأم اللي دائما أخاف على ابني، أولا أقول لك جملة من الأخير: إذا أنتي وحدة تخافين على أولادك فأنتي عندك خوف تتسقطي عليهم وتدمرين حياتهم بسبب خوفك أنتي. أعرف أم عندها 3 بنات، لا قبل يصير عندها 3 بنات، ما صارت حامل إلا ورا 7 سنين 8 سنين من زواجها. منو إجاها ولد. الولد اليوم عمره راح يصير بال40، لا تزوج، لا اشتغل، لا بنى حياته، لا بنى نفسه. أمه تعطيه فلوس من تقاعدها، عايش بحضن أمه لسه. ليش؟ لأنه حضرة جنابها تخاف عليه.
كل أم تخاف على أولادها هي أم، والله تعذروني يعني أقولها لأن أحبكم، أقولها لأنه من كل قلبي أريد تعرفوها، والله مو قصدي أحكي عليكم حكي ما حلو، بس أريد تعرفوها. كل أم تخاف على أولادها أم أنانية جدا جدا جدا، أم جاهلة بمشاعرها، أم ما عندها وعي يخليها تأدي دورها بأحسن صورة. شنو مكيفة بنفسك عود يعني أنتي أم؟ أخاف على يعني أنا تدرون شنو اللي يعجبني مرات؟ هذني اللي من كل عقلها مصدقة نفسها إنه هي خوش أم لأنه تخاف عليهم. يما مو أخاف عليك، مو أنا ضربتش لأن أخاف عليك، مو أنا صحت عليك لأن أخاف عليك، مو أنا لا، أنا ما أخاف عليك ولا بحياتي رح أخاف عليك. وأنا قدام ريان أقولها وقدام مصطفى أقولها، على شنو أخاف عليك؟ قوم على حيلك وقوم عيش هاي الحياة وانطلق بيها واعتمد على نفسك وعيش وحدك وانت عندك ام اي وعندك بيت اي وعندك اب اي وعندك مساحة اي ولك مكان هنا اي، بس دير بالك تمشي لي قدام وتظل عينك علي، تمشي لي قدام وعينك لي قدام، ما تباوع علي من تمشي. واذا انت خفت فاني اول وحدة رح انسحب لحد ما تقوم على حيلك وتقوم شجاع. والله مرة رحت كورس تدريبي، يا الله يعني أنا شفت عجايب بحياتي، لأنه إحنا من نتعامل ويا ترامات نشوف يعني قصص كوش قاسية. المهم هذا المدرب يعني كلش قوي، فدا يساعد وحدة دا تتحرر من تروما. أوكي، الإنسان من يبلش يتحرر من تروما السيستم العصبي مالته يخليه يحس إنه الموقف دا يصير هسه، فينسى هسه هو وين، ينسى شنو دا يصير، ما يباوع قدامه، يقوم يحس انه الموقف دا يصير هسه، فيقوم يحاول بس يعني ردود الافعال اللي ما سواها بالموقف السابق يقوم يسويها حالا. اوكي، ف دا يساعد وحده دا تتشافى من تروما. اوكي، هي دا تمر بهاي البروسس ودا تبكي ودا تصيح، وكان توصل لمرحله دا تريد، هي هاي التروما بلشت دا تريد تطلع، فقامت تحس انه تريد احد ينقذها. فقامت تدرون ايش سوت له المدرب؟ ساعدني الله يخليك، ساعدني الله يخليك، ساعدني الله يخليك، لانه هي دا تمر المشاعر، دا تمر دا تسوي السلوك اللي ما سوته من كانت طفله، فكان دا تطلب المساعده وما كان اكو احد يساعدها. تدرين اجت تقربت عليه دا تريد تلزمه، دا تريد يساعدها بس يطلعها من هذا الموقف، لانه هو بالتمرين كان اكو واحد دا يؤدي دور معين، فكان لازمها هذا الشخص، فهي دا تحس هذاك الشخص لازمها، فدا تريد تشلب بيه. تدرون المدرب شنو سوى؟ رجع لي ورا هيك، هي دا تموت، دا تريده يجي ينقذها، دار وجهه هيك رجع لي ورا. هي ظلت صافنه، ماكو احد يساعدني، ما قالها كملي 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 لحد ما كملت. والله ما خلصت. تدرون ايش قالت له؟ شكرا لان ما لزمتني، شكرا لان وخرت عني، شكرا لانه خليتني اني اقوم وحدي بدون ما انت تقومني. احنا اولادنا مكيفين على اساس يعني نخاف عليهم، يعني احنا خوش امهات. انتي راح اقول وتعذريني لانه احبك، انتي ام جاهله اذا تخافين على اولادك، وانتي ام تريدين تربين جبناء. باعي اني ام، هل اني كنت اخاف على ابني وهل من الممكن يطلع لي خوف عليه؟ طبعا 1,000,000%. اتذكر ريان من كان يصعد على حصان قلبي يقوم يرجف، اظل بس بالي يمه خاف يوقع من الحصان، خاف يوقع، بخاف ما ادري شنو يسوي، خاف. بس اني باقيه وهو دا يصعد حصان وهو يحب وهو مسؤول، واني ادعي له يا رب يحميه ويحفظه. مره من المرات الحصان طار بيه طيره، يعني يسموها علق الحصان، يعني بعد ماكو احد يلزمه، فهو ريان على الحصان والحصان هيك مش سريع، كلش مش سريع. اني يا ربي متت من البكي، ابكي والحصان، بس ما حكيت ولا كلمه، بس ظليت ابكي لحد ما وقف الحصان ووقف ريان. كانت تروما سببت لي اسم الله الربيست.
شنو علاج الخوف؟ أولاً ادركي إنه هذا الخوف اللي مكيفة بروحك إذا تخافيه على الزعاطيط هو مو خوف عليهم، هو خوفك أنت اللي ما تم التعامل وياه، هو خوفك أنت المخزن بجسمك. الأم الحرة من الخوف تربي أولاد أحرار. أنت ترى يعني إحنا مو عبطا إن ولدنا مسلمين، حتى أي دين كنتي هسه من عندكم قصص أشكال ألوان. يعني لأنه تربيت على قصص المسلمين، فكل واحد بينا عنده قصص الخاصة بي من قصص وحكم وعبر. يعني إحنا تربينا على أكو أم المدري شنو، أم الأربع فرسان اللي خلت أولادها واحد ورا الآخر يروح وهي بطلة وسباعية. يعني ترى إحنا تربينا على الأمهات البطلات اللي ما يخافون ولا يخوفون أولادهم، بالعكس هي الأم الشجاعة اللي تخلي ابنها يعيش ويجسد شجاعته. انتي اللي عندك بنية تريد تروح وتجي وبالدعش بالليل، روحي وياها، بس لا تخليها ما تروح بس لأنه ماكو حد يروح وياها. سواري جنة. يلا أخذ السؤال بعده. قبل لا أخذ السؤال بعده أذكركم إنه إحنا فتحنا تسجيل بكورس معلم حياة. هذا فاصل إعلاني. بس حتى you follow your heart وتكوني من الأوائل الموجودين بهاي المساحة. علميني شلون أتخلص من الخوف تجاه أولادي. أفياء أموتك، اسم الله عليك، بس شنو علميني؟ طلعت لي حكاية. لا احنا شو نسوي بالكورسات وبالتدريب؟ شنو شغلنا؟ احنا ما نعلم احد، احنا نخلي الناس تتشافى من الخوف. علميني يعني انطيني معلومات تخليني اتشافى. حياتي انت، قلبي، عيوني، المشاعر لا يتم التعامل وياها بالعقل ولا بالافكار ولا بالتعلوم. It's a process. You live it. You experience it. You go through it. You dig deeper. And then you survive. سيقول هاي شنو هاي نور؟ شنو هاي؟ يعني هاي حالة تختبريها وتعيشيها وتدخلين لأعماقها، توصلين للبيك وبعدين تطلعين من عندها وبعدين تسوين نيو بروجرام. أحسش كلش شجاعة وما تخافين. أشكرك، خوش إحساس. خلي keep it. Thank you so much. يلا السؤال بعده. ترى أسوي فاصل إعلاني عن كورس معلم حياة. أنت اللي تدور بنت الحلال، صير بن حلال تجيك بنت الحلال. هاي واحدة من الأسباب اللي تخلي الإنسان هواية ياخذ فترة يلا يختار شريك الحياة، إنه عنده شرط، يعني شروط هيجي. بنت الحلال، زين شنو تعريفك البنت الحلال بابا؟ فهمنا شنو. ما يدرون، فصعب صير ابن حلال. لا تدور بنت الحلال، صير ابن حلال، تطلع قدامك ملكة. تسريبة مهمة من أي كورس ذكريها هنا.
لا مو أني أذكرها، تدرين شنو؟ خليني أطلب من كل وحدة بليز، يعني بليز شاركوا. أي وحدة حضرت أي كورس سبيشالي كورس معلم حياة، شاركي أكثر تمرين أثر عليك، أو أكثر جملة أثرت عليك، أو أكثر شيء سمعتيه حسيتي إنه واو هسه I'm ready for the next level. يلا اسمعي من البنات. أنا بس أريد أعرف يا الله موفقة، علمكم تسألون شلون أتخلص من العصبية. منو هذا؟ دلوني عليه، كل شيء ما أسوي له بس أدعي له. السؤال مضروب 100 مليون 60 شلاق. أوكي الكورس كله واو مؤثر والله العظيم. أوكي حكي نور هنا أقوى من حكيها بالكورسات، أشكرك رحم الله والديك. أجي أكثر لأنه أنا ما أحكي بالكورسات، أنتوا بالكورسات تدربون. عندي شوك من عرفت أقدر أحدد الأدوار. أوكي هذا كلش قوي مال الأدوار. هو أنت معتقداتك هاي راح تخليك تجيب وحدة ما تقدرك ولا تشوفك. ابن حلال يعني اللي براسك حلال حلال هيجي مريح عن النساء عن نفسك. لا تقول أنا ابن حلال وتعدك هيج معتقدات. ابن حلال يعني معتقداتك أفكارك تخدمك وصالحك مو ضدك. طقيت صفن التاريخ. شفت نفسي أريد أحد يدفعني ويحركني. بعد الكورس أخذت أول خطوة بدون ما أقول لأي أحد وفخورة. برافو. كل كورساتك واو عظيمات. ندري هاي منتهي من العادة، بس قولوا جملة حتى الناس يعني جوابا لسؤال هاي البنية. أكثر تمرين عظيم تمرين العقل. إلهي شقد تمرين قوي. انتبهت إنه أنا شقد كنت منفصلة عن نفسي وما متصلة، ما أسمع قلبي. أوكي it was like a big boom. أوكي. يتوقف الكلام من أريد أحكي عن الكورس، هو رحلة داخل نفس. صح أتفق وياك، حتى أني من أريد أجي أعلن عنه أحكي شاكوش بسيطة. تمرين ومواجهتي الحقيقة واكتشافتي الكمية من المعتقدات والأفكار اللي غالقة بوابات النور. واو كل المشهد. أوكي أحكي عن عصبية. شنو أحكي عن العصبية؟ خليه سؤال واضح. كيف الشخصية اللي تريدها بالناس؟ that's nice. بس ذكريني هذا بيا كورس. إنه أني أحتاج إلى أحد بحياتي. أقدر أقول من سويته بطلت أحتاج أحد بحياتي ولله الحمد. واو مريم أتذكر هذا معلم حياة صح؟ أول شيء يتغير شيء بداخلك يكون الشغل بس. سؤال حلو هنا. كل مرة تسوين كورس أو ورشة هم يتغير شيء بداخلك لو يكون الشغل بس للمقابل. تدرين شنو اللي يتغير بداخلي؟ أفتهم الناس أكثر، أفتهم هواية عنهم، تصير عندي خبرة بالتعامل ويا الترومات ويا أشكال أنواع القصص. شوفي سؤالك حلو، بس أريد أوضح لك هذا السؤال من وين جاي. ربة بيت وما عندي وظيفة، فأنتي دا تقولين أني هذا وضعي وما يتغير، فأريد شو تريدين؟ أخذ نقلة وعي تغير بحياتي وتصير نقلة عمر. إذا أنتي جازمة أنتي ربة بيت وما عندك وظيفة وتريدين تاخذين نقلة العمر وتتوقعين إذا أخذتي نقلة العمر راح تغير حياتك بدون ما تغيرين أنتي شي وتبقين ربة بيت
وتبقين ما عندك وظيفة وتنتظرين، على قولة أمي الله يذكرها بالخير كانت تقول الله يدزلنا فلوس بزنبيل، زين؟ فبليز لا تاخذين الورشة. طفت النار. It's a sign. والله اللي يطب علينا هيك رأسا يطلع كل جدا يسوون ذولا. درنا بس كهرباء طفت. ما خلنا والله، مو خيانة، بس يعني أحضر اللايف من ينحفظ. والله ماكو تمرين سويناه، ما حسيت صار شفت وداخلي توسع من فرغت، بس أكثر من تمرين هو الشك بالذات بمعلم حياة، كان كلش قوي. أوكي، الأغلب دا يسأل عن العصبية، تدللين يا حلو. راح أختم بهذا الجواب. الأغلب دا يسأل عن العصبية، شلون واحد يتعامل ويا العصبية ويا الشخص العصبي. أوكي، راح نفترض إنه أنت دا تسألين على إنه أنت تشعرين إنه أنت عصبية أو الآخر من عصبي، شنو تسوين؟ يعني أنا إذا أريد أجاوب على هذا السؤال هو بحر. أتعجب شلون مرات الناس تعتقد إنه حياتها كلها تمارس العصبية، وتعتقد إنه هي ممكن تتخلص من العصبية بإجابة من أحد. ثواني. يلا يا حلوات، راح أختم بهذا الجواب. الشخص العصبي شخص قاسي جدا ويا نفسه، وحل العصبية هو اللطف بالذات. هاي أول نقطة. الشخص العصبي البرة اللي يعصب ويتنرفز ويأذي، وتجين أنت بكل لطف تقولين يلا ما يخالف، مو هو لأنه عصبي عادي يجي يسوي. أنت إلقاء مال قذارته النفسية ومخاوفه وتحدياته ومشاكله غير مسموح لأي كائن بالكون يعصب قدامي ويعتقد أني أكون القعر مالته، من قعر القذارة اللي دا تطلع منه. أما عصب تحترم نفسك، تهدأ وترجع مثل الأوادم نسولف. صعب عليك تتواصل، صعب عليك تفتهم نفسك وتفتهمني، خذ وقتك، enjoy، اهدأ and then come back. أني أشوف إنه شكل من أشكال احتقار الإنسان لذاته إنه يسمح للآخر يقول له أبشع الكلمات، أسوأ الجمل، أقبح ما بالنفس، وهو يعني هو الحباب اللطيف اللي دا يتحمله لأن هو عصبي. أنتي مو قاع القذارة، قذارة البشر كلنا. يعني أنا إنسانة وكنت عصبية، وأنا ابني عمره أيام أصيح عليه
شقد ما عندي غضب وكره وقساوة، بس ابني مو قاع هاي المخاوف والقذارة اللي مثل ما سميتها قبل شوية، مو قاع هذا القبح. أي إنسان يشوفك المساحة الآمنة لقذارة نفسه راح يظل الآخر يوم بحياته يطلعها عليك. وأي إنسان يشوفك أنت بحياتك ما تقبلين تكونين قاع لقذارته وأيا كان اللي موجود بنفسه، يمارسها ويا غيرك وياك يوقف. نفس الشيء أنت من تسمحين لنفسك والله أنا عصبت بضربتكم، والله أنا عصبت عطت عليكم، والله أنا عصبت ما سيطرت على نفسي سامحوني، الصوت مو بيجي الصوت باللي سامحك، لأنه المفروض الآخر يراويك إنه احترمي نفسك ولا تطلعين هاي السوالف علينا. العصبي إنسان غير مسؤول عن نفسه ويريد من الآخرين يتعاملون ويا مشاعره. العصبي إنسان معتمد ورضيع. أعيدها، الإنسان العصبي رضيع، يرضع لسه من الآخرين وتعاطفهم، يرضع من خصوصا الأم والله رضيعة من أطفالها من تعصب عليهم، لأنه لسه هي تنتظر يكونون قد توقعاتها حتى تصير مؤدبة. أنت ما مؤدبة، إذا إلا أولادك يصيرون على قد توقعاتك يلا تصيرين مؤدبة. وأذكرك أنا دا أقول هذا كلامي والله يعني ما يحتاج أبرر نفسي، ما يحتاج ما يحتاج أوضح نفسي، بس لأنه من كل قلبي ومحبة دا أقوله. بطلي ترضعين من الآخرين، ما عندهم حليب، نو ملك، زيرو. وبطلي تخلين الآخر قعر لمشاكلك وتحدياتك النفسية، وبطلي تنتظرين من الآخر يكون على قد توقعاتك يلا تصيرين هادئة. والإيد سمعيني اللي ما عند ماي جاد لازم تسمعين هاي الجملة، إذا يعطوني سماع يقولوا لي قولي جملة واحدة للنسوان شو تقولين أقولهم. الإيد اللي ما عندش سيطرة عليها وتيجي تكفخين بها فات من يمك، تكفخين بها ما أدري ما عندك سيطرة عليها، إيد ما تقدرين تخلقين بها واقعك ينخلق من خلالها بدون إرادتك. It's a big boom. واحد من التمارين اللي نسويها بالكورسات ورح نسويها هسه بمعلم حياة هو الأنوثة والذكورة. أوكي؟ هاي الإيد تكون عندي كنترول عليها، لأنه هي تسوي خلق، يعني هي من خلالها أنا أخلق عالمي. إذا هاي الإيد اللي فاقدة السيطرة عليها فأضرب، عادي ب11 ترجع بعد ساعة 11:30. زين أنا من أرجع بس تبقى هنا قريب. لا بيت صديقي هنا. من هو؟ it's fine، بس أهلها قاعدين؟ بس من أي ولد؟ منو؟ أوكي أنا هسه أجي أحكي ويا أمي. ما أجي أحكي ويا أمي. روح العبوا هسه، أنا إذا أريدك أنا أجي عليك. أوكي؟ لا توفي تو ليت تجي ب11:30. ليش؟ ما يصير ماما، ما يصير، كل شيء سمعوا ما يصير. وخري ما يصير وخرة نكمل. روحوا بعدين نتفق. أوكي أبوس مو جدتي كده أبوس يا عيني. روح يلا. ماما 11:30. أوكي حبيبي، أنت تعرف، أنت تختار الوقت. شنو؟ لا ما أجي. أوكي يلا كود. روح ركض سد الباب. أوكي بس سد الباب لأنه ما تدري شلون كنا طابين بالغميج. أوكي ما عليكم. أوكي أنا إيدي هي اللي تسوي خلق، لذلك الفنان يرسم بإيده، العازف بإيده، الطبخة بالإيد تصير، هذني كل الخلق يصير من خلال الإيد. أوكي لذلك مرة نزلت لكم فيديو خلي إيدك على ابنك. فبالنتيجة هاي الإيد من تفقدين السيطرة عليها معناته أكو أحد متحكم بيها.
المتحكم بها راح يخليك تسوين خلق بعالمك بناء على اختياراته. شلون تعرفين انه انتي ما عندك القدرة على خلق واقعك لسه؟ من ايدك ما عندك التحكم بيها. يعني ايدك تضرب، ايدك تكفخ، ايدك تسوين بيها اشياء ما تحبيها، ايدك تلزمين بيها اشياء ما تريدين تلزميها، ايدك تسوين طبخه غصبا ما عليك. معناته لسه اكو واحد متحكم بيك، اكو اجنده متحكمه بيك، اكو من متحكم بيك. فاختياراتك بالحياه مبنيه على اساس اختياراته، فانت تابعه لاختياراته. فالام اللي تضرب هي ام واقعها ينخلق بدون وعي منها من خلال اختيارات اجنده هي مسيطره عليها. الام اللي تحرر ايدها من سيطرة الذولاك، الله يخليهم، الله لا يخليهم، اوكي، تصير ايدها هي المتحكمة بها، وين توديها، وين تحطها، شنو تسوي بها. هي ام حرة وتخلق واقعها بنفسها. منو هذه الأجندة؟ هاي بعدين سالفة طويلة، خليها أروح كافي. خليني أختمها وياك حبيبتي. من اليوم الغي السماحية اللي مطيتها لنفسك بأن متعصبين على الآخرين، وتحملي مسؤولية مشاعرك. من اليوم الغي الرضاعة وفطمي نفسك من انه الاخر يكون قد توقعاتك، ان شاء الله تصيرين زينة. ومن اليوم حرري ايدك من اي سيطرة، وديري بالك تخليها على اي مساحة انت ما تحبين تخليها عليها، لان انا ادري كل زين اذا ضربتي او اذا اديتي بهاي الايد انت ما راح ترضين على نفسك. وبالاخير بالختام، عندنا برنامج اسمه معلم حياة. صمم هذا البرنامج خصيصا لكل إنسان يريد يسوي شفت حقيقية بحياته، مرتبطة شفت بشعوره بالاكتفاء، يبني قدرة على الثبات والثقة بالتعبير عن نفسه، يصبح بهذه الحياة صاحب أثر والنفع من مكان صادق ومؤمن. كل واحد يريد يحول وعيه من وعي حاجة، نقص، قلة، خوف، إلى وعي اكتفاء وتأثير وتعبير صادق. يجي معلم حياة بأربيل 3 أيام تدريب من الصبح لليل، يوم 6 7 8 شهر 2 بعطلة نص السنة. أشوفكم على ألف خير. الفريق موجود، الرقم بالبايو، الرقم بالفيديو الأخير، وتصبحون على ألف 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 خير. باي باي.